والله هو ده اسمه ايه يا ست شمس اللي انت عاملاه ده؟ اسمه بخصمك، ما بكلمكش، زعلانة منك. ايه حركات العيال بتاعتك دي؟ لا انا انده فيفي بقى اتكلم معاها. لا. شمس قامت وقفت من على السرير ووشها احمر وبصت له بغضب وقالت له: فيفي؟ فيفي دي اللي هي الممرضة اللي بره صح؟ اه صح. هي قالت لي لو عايز حاجة اكلمها، فهكلمها. طب اقسم بالله يا فزاع لو شفتك بتكلمها لهوريك. فزاع شدها عليه فوقعها على السرير وبصلها بنظرة حادة: بتهدديني؟ اه. لا لا. فزاع حضنها وضحك وقال لها: انا كنت بهزر معاكي، بطلي بقى شغل العيال ده، انتي حبيبتي ومفيش غيرك في قلبي وانتي عارفة كده كويس. يا طفلة، طفلة بجد. عدى اليوم وتاني يوم صقر جاب عابد وأمال ونصرة وضحى في عربيتين وجم ورا بعض على المستشفى. كانت شمس خلاص لبست هي وفزاع ولموا الهدوم وجهزوا نفسهم للنزول، وخدت فزاع وسندته ونزلوا على تحت. عابد خد أمال وخد نصرة وركبوا العربية مع عارف السواق، وصقر خد ضحى وخد شمس وفزاع واتحركوا بعربية واحدة مع بعض. ضحى كانت قاعدة جنب صقر وشمس وفزاع قاعدين ورا مع بعض، والدنيا كانت هادية في العربية لغاية ما صقر قال لهم: فزاع أنا خلاص قدمت استقالتي وهرجع معاك، أمسك بقى الشغل معاك وبالمرة اشتري بيت واقعد اوضب فيه لغاية ما ضحى تخلص عشان نتجوز. ليه كده يا صقر؟ هو انت يا ابني مش قلت ان انت هتقدم استقالتك اخر السنة مش دلوقتي خالص؟ ليه بدري؟ والله يا فزاع اخر السنة من اولها مش هتفرق، كلها واحدة. والله احسن كده، ده كان مجنني بكمية البنات اللي كانت بتكلمه لقيت تسأله على حاجة مش عارفة ايه وهو بقى عايش الدور قوي. انت اللي في القلب يا قمر ومفيش غيرك، اهدي بقى شوية. اه يا اخويا اضحك عليا قوي، ماشي يا عم. شمس بصت لضحى وقعدت تضحك، وبعد كده بصت لفزاع وسندت راسها على كتفه وراحت في النوم من تعبها وسهرها معاه الفترة اللي فاتت. وبعدين بقى مع اختك بقى يا شمس ما تكلميها وهديها كده عليا. شمس نامت يا ناصح، كلمها بقى انت وبالراحة شوية. طب ما تنامي بقى انت كمان يا ضحى، نامي شوية حبيبتي. لا انا صحيالك صحيالك قوي. ضحك فزاع عليهم هما الاتنين وبص لشمس بحب. شمس غير ضحى خالص، هي اصلا هادية بس من وقت الحمل وهي كل ساعة بحال، وحمد ربنا قوي ان هي لسه واقفة معاه وبتساعده. وبعد شوية كانوا وصلوا خلاص الفيلا. فزاع خد شمس وطلعوا فوق يغيروا ويناموا. ضحى وصقر راحوا يتمشوا شوية، وتاني يوم الصبح اتجمعوا على الفطار وقعدوا في الجنينة بره باصين على البحر، فطروا مع بعضيهم. صقر خد ضحى وراحوا يتمشوا، وشمس فضلت قاعدة مع فزاع وملاحظة عليه ان هو متضايق قوي، فقالت له بهزار وضحك: مالك يا كبير، فيك ايه؟ ساكت كده ليه؟ لو عايزة تتمشي على البحر قومي روحي معاهم، انا قاعد هنا، اتفضلي يلا. طب ما انا لو عايزة اتمشى على البحر هقولك يا فزاع وهنقوم انا وانت نتمشى. نتمشى ازاي؟ هو انتي مش شايفة فيا ايه؟ فزاع انا حامل ومش قادرة اتمشى خلاص، وبعدين الوضع اللي انت فيه ده مؤقت، هتركب الجهاز وهتكون كويس، وبعدين انت بتتحرك مش مشلول، انت فاهم؟ قامت شمس بعصبية ودخلت على الفيلا جوه وسابت فزاع قاعد لوحده. ولما دخلت لقيت عابد وامال ونصرة قاعدين مع بعض، فعابد وقفها وقال لها: شمس احنا مضطرين يا شمس ان احنا نرجع، اختك بقالها فترة كبيرة ما بتروحش الجامعة بتاعتها وامتحاناتها قربت، وانتي عارفة ان السنة دي مهمة عندها، فمضطرين ان احنا نرجع القاهرة. هتعوزي حاجة يا حبيبتي مننا؟ ماشي يا بابا، ربنا معاهم ومعاكم. عمته انتي خدتي الدواء بتاعك يا عمته ولا نسيتيه؟ فاكرة ولا ايه؟ اه يا حبيبتي اخدته، ربنا يخليكي ليا يا رب. شمس استأذنت منهم ودخلت على المطبخ، راحت عملت كوباية عصير موز باللبن لفزاع، وراحت خارجاله تاني في الجنينة وادتها له، لكن فزاع ما اخدهاش منها. فزاع امسك، عملتلك كوباية عصير حلوة. مش عايز اشرب حاجة شكرا. شمس حطتها قدامه
وفضلت قاعدة بصاله وساكتة. وبعدها خدت ايد فزاع، ضمتها ما بين ايديها وبستها بحنان، وقالت له بهدوء: فزاع، ايه رأيك نسهر مع بعض النهاردة شوية؟ لا، لا طبعا. ليه؟ هنسهر انا وانت لوحدينا فوق في اوضتنا. فزاع بصلها وفهم هي تقصد ايه، فقال لها: لا لا. يا ساتر، رخم. بتقولي ايه؟ ما سمعتش. مش بقول بص للبحر، خليه ينفعك، بص كده للبحر. ماشي، اسكت. شوية وكانت ضحى وصقر رجعوا وقعدوا مع بعضيهم، وبرضه فزاع قاعد ساكت. اقول لكم ايه، فوق في بلاي ستيشن، انا كنت فاكره ان انا جايبه هنا، ما تيجوا نطلع نلعب مع بعضينا فوق؟ يس، والله فكرة حلوة قوي، انا بدأت ازهق، انا هغلبكم على فكرة كلكم. شمس بصت لفزاع وافتكرت المواقف اللي كانت حاصلة ما بينهم لما كانوا هنا اهو، وشمس قعدت تضحك وفزاع ابتسم. صقر شافها فسألها: بتضحكي على ايه قوي كده يا شمس؟ ما تضحكينا معاكي. مفيش، اصل انا مش بعرف العب بيه خالص. ليه يا بنتي؟ ده سهل قوي قوي، هعلمك. بقول لكم ايه، انا ماليش مزاج العب خالص. بقول لك ايه، اطلع انت وضحى العبوا، احنا قاعدين هنا، القعده هنا اجمل. استنى بس يا صقر، تعالى نروح انا وانت الاول نصلي في الجامع، وبعد كده ارجع العب. صقر ساعد فزاع وسندوا العكاز وراحوا على الجامع، صلوا مع بعض. اما بقى شمس فطلعت على اوضتها تستنى فزاع فوق لغايه ما رجع. واول ما فتح الباب لقى شمس قاعده جنب السرير وضم رجليها وبتعيط بانهيار. راح وقعد على السرير وشدها، مسح دموعها وقعدها جنبه على السرير وطبطب عليها لغايه ما هديت. وبعدين قال لها: مالك يا شمس؟ بتعيطي كده ليه يا حبيبتي؟ في ايه؟ انت ما بقتش تحبني، انا حاسه ان انت بقيت تكرهني. انا يا شمس؟ ده انا بعشقك، ده انا بحمد ربنا ان انت معايا، والله وبحمده كل وقت انه رزقني بيكي. ليه بتقولي كده؟ شدها فزاع في حضنه وطبطب عليها وقال لها: كفايه كفايه يا شمس، دموعك غاليه عليا قوي يا حبيبتي، كفايه ما تعيطيش. طيب اوعدني انك تفضل تحبني كده على طول لغايه لما اموت، ما تبطلش تحبني. بعد الشر عنك، ربنا يخليكي ليا ويحفظك. يا ريت ما تقوليش كده تاني يا شمس، والكلمه دي ما تقوليهاش تاني، مفهوم؟ مفهوم يا فزاع، مفهوم. خدها وناموا على السرير وطبطب عليها في حضنه. شمس راحت في النوم وهو ضمها ليه بحب وحنان. صقر رجع من الجامع، خد ضحى وطلعوا فوق في الأوضة، فتحوا البلاي ستيشن وقعدوا يلعبوا، وضحى كانت بتصوت، ما كانتش عارفة تلعب. ايه يا عم بقى، خلاص ارحمني، كفاية. ايه ده، في ايه؟ لا تستاهلي عشان ما تقفيش قصادي وتتحديني يا بنتي، ده انا لعيب قديم وفي الملاكمة بالذات. وسعي بقى كده. يا عم صدقتك خلاص، ابعد بقى شوية. يا لهوي، لا 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 لا، هتخسري، هو مفيش رحمة. خدي دي. اخسى عليك يا صقر والله، ده انا مراتك حبيبتك تعمل كده؟ مال فتحت الباب عليهم بخضة وبسرعة وقالت لهم: بت يا ضحى، ايه قلة الادب اللي انت عملتيها دي؟ سفلة يا سفلة يا ضحى. صقر كان باصص لها وحاول يستوعب الموقف، وبعدها فهم وانفجر من الضحك. وامال كانت بصله باستغراب وقالت له: وانت وانت اللي كنت بقول عليك عاقل؟ ماشي يا صقر، قومي يا كلبة قدامي. والله يا ماما ما عملتش حاجة، انا كنت بلعب بلاي ستيشن مع صقر، ايه اللي حصل يعني؟ امال بصت لهم وبصت للشاشة وضحكت. فصقر قال لها بضحك: والله يا حماتي انا نفسي اعمل اللي في دماغك، بس للاسف انا مدي حماية كلمة. بس يا واد انت كمان تعمل ايه؟ ده لسه بدري، اسكت خالص. هو بس سؤال، هو انتوا بتقولوا ايه؟ عشان انا مش فاهمة حاجة، يعني فهموني. اخرسي اخرسي يا زفتة خالص، اسكتي. اوف، وانتي بتزعقي لي ليه؟ وانت كمان ما تفهمني في ايه؟ بتقولوا ايه؟ بصي، هي حاجة مش مهمة ليكي حاليا، بس هفهمك بعدين، يعني بعدين انا وانتي كده لوحدينا هبقى افهمك. صقر، هو انت بتقول لها ايه؟ بتعلي صوتك. بقول لك ايه يا حماتي، والله لا انت قاعده معانا وهتلعبي معانا كمان، تعالي تعالي بس. ايه يا ابني، لا مش هعرف العب، انا ما بعرفش اعمل انا كده. خلاص والله انا قلت كلمه، تعالي هعلمك، هتدوسي هنا وهتضربي كده، تعالي تعالي.